سعداء انه يكون معنا سي حكيم بن عبد الله نائب رئيس فريق نهضة بركان مباشرة عبر الهاتف. سي بن عبد الله مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير الاخ كريم، مساء الخير الاساتذه الكرام، مساء الخير المستمعين الكرام. سي بن عبد الله، بطبيعه الحال كندوي على الاحداث المأساوية اللي عشناها كلنا يوم امس في مدينة وجدة. مع كل اسف ما كناش كنتمناو انه شي يوقع في هذه المباراة بالضبط، لانه مباراة نورمالمون كان الهدف ديالها هو الاحتفال بهذه العودة للملعب الشرفي، لكن مع كل اسف احداث مأساوية عاشتها مدينة وجدة من بعد المباراة. وكما كيشوف الجميع داك الشيء اللي وقع البارح في المقابله ديال المولود ديال وجده ونهضة بركان، داك الانفلات الجماهيري ما تيشرفش لا الديربي ديال المولود ديال وجده ونهضة بركان ولا كره القدم الوطنيه بصفه عامه. حنا كما كنقول لك، حنا انا كعضو مسير ديال فريق نهضة بركان، حنا الاختصاصات ديالنا كتنحصر ان مشينا مع الفريق ديالنا باش نجريو واحد المقابله في ظروف جيده. بطبيعه الحال يكون في واحد الضمان ديال الامن. قبل الانطلاقه ديال المقابله عرفنا بلي ان الهزيمه وارده وكذلك التعادل والانتصار، اذا تكون شويه ديال النديه داخل اللعب. الجماهير بيناتهم يشجعوا الفريق ديالهم بشعارات، كما كنقولوا لي مايور كيغاني في حدود ديال الروح الرياضيه. الانفلاتات وقعت علامه الاستفهام. دابا حنا بطبيعه الحال حنا كفريق نهضة بركان لو كنا عارفين باللي كاين ديربي، باللي غادي يكون نديه، باللي قد تكون تجاوزات خفيفه اللي عادي كتوقع في الدربيات، كنا عارفين باللي غادي يوقع كاع داك المشكل هذاك. حنا بنهضة بركان ما نجريوش المقابله، لان داك الشيء اللي شاهدنا راه الواحد راه كان غادي، الناس راه عندها وليدات، حنا كذلك مشينا غمرنا براسنا. الجماهير ديال المولود ديال وجده دخلت الملعب، اللاعبين ديالنا باقيين داخل الملعب، ولو كان انتصرنا سي حكيم السؤال هو واش vous n'avez pas provoqué un peu الجمهور ديال الMCO à travers la page officielle ديالكم على المستوى الفيسبوك ولا ريزو سوسيو بعد ما درتوا تدوينه قبل الماتش لو 20 فيفريي؟ التدوينه جات على الشكل التالي: كلنا عارفين قيمه المباراه يوم الغد اللي غادي تجمعنا بفريق الغريم الجار، وكلنا عارفين قيمه المباراه التاريخيه بيناتنا اللي غالبا ما كنا كنرجعوا ب3 نقاط. غدا كاملين الملعب لون واحد صوت واحد وشعار واحد هو اللي هو البرتقال نهضة بركان، باش نرجعوا بفوز الثمين ونكملوا الانتصار التاسع لننتظر العاشر وهكذا. هذه كانت تدوينه في الموقع الرسمي او الصفحه الرسميه ديال نهضة بركان. هذا الميساج هذا كان الغرض منه هو ان الجماهير البركانيه تمشي مع الفريق ديالها، تشجع الفريق ديالها وتوفر ظروف هذا الجمهور اللي غادي يجي من برا باش يتفرج المقابله ديالو في امان ويخرج في امان. اذا الديربي باش غادي ينجح خصو ينجح بالحضور ديال الجماهير. ما كاين شويه ديال الاستفزاز؟ لا نمشيو نجيبوا 9 في انتظار نجيبوا 10 ونجيبوا 11 13 42. اسمح لي، هو فيه نوع من التقليل من المستوى ديال الخصم رياضيا، لان راه بحال هذيك 3 النقاط راه مضمونه. يمكن كل واحد غيقراها بحال هكذا، كل واحد والقراءه ديالو. حنايا كانت هذاك الشيء الميساج كينحصر فقط الجماهير البركانيه باش تحضر هذه المقابله هذه، وكل واحد ملي كيدخل المقابله في اي رياضه كيقول انا غادي ننتصر. وفي ايضا تحفيز مولوديه وجده باش وقع هذاك الشيء، وتحفيز لمولوديه وجده باش وقع هذاك الشيء. انا بالعكس، انا هذا الميساج راه تحفيز لمولوديه وجده اكثر منه تحفيز لنهضة بركان. هذا راه خطا في التحفيز للاعبين ديال نهضة بركان. كتقول لهم حنا دائما بحال كيمشي وهز يدو ننزل يدو لا درنا حوايج باش نحفزوا فريق نهضة بركان. هي المقابله جرات بواحد الطريقه ان فريق المولود ديال وجديه استفد بالاخطاء ديال فريق نهضة بركان، سجل الهدف، انتصر في المقابله. حنا كنهنئوه، وهذاك الميساج هذاك دابا ما بقات عنده حتى شي فعاليه. برافو المولود ديال وجديه، وكما كنا نقدروا ننتصروا راه انهزمنا. ما فاصون راه الريزلت غادي تكون وحده هي حنايا هما. امور الماتش السي حكيم، الصفحه الرسميه دائما: مباراه محليه للنسيان لن تنزع منا السياده. تفكيرنا الان يصب نحو المباراه القاريه القادمه تأييد الصداره مجموعه الاولى من طرف اسيا الشرق. دابا حنا ملي كنكتبوا ان ميساج لو سيت ديالنا او في لاباج راه بور ليكيب ديالنا باش الجمهور. مي سي بروفوكاتور هادشي. كدوي على السياده، كدوي على السياده واسيا الشرق. جو سوي ديزولي سي حكيم. لا اسمح لي سيدي، اسمح لي تنقول لك، حنا لقب كبركنا طحقنا كما اي فريق في المغرب ولا في العالم كيسمي راسو اسم. حنا الجمهور ديال بركان دولة هاد اسيا الشرق.
لا ولكن يقولها الجمهور كاين لقى راحته فيها. سي حكيم البارح عشنا واحد الكارثه في الملعب الشرفي، ولكن وكتجي انت مورا الماتش كتبوبليتي في لاباج اوفيسيال ديالك. يا سيدي حنايا عندنا مقابله مع فريق الرجاء البيضاوي يوم الاحد. حنا الماتش اللي لعبنا ضد فريق المولوديه الوجديه انتهى بعد 90 دقيقه، من بعد راه دخلنا عند اللاعبين باش نموتيفيو لو جوور في لو بروشان ماتش. ميم البيبليك ديالنا راه كنأثروه بالطريقه ديالنا باش يبقى ديما متفائل مع فريق نهضه بركان. هذوك الميساجات سي بور بركان، وراه كنديروهم بليزيور فوا، كنديروا ميساج للجمهور ولا باش نشجعوا باش يجي الملعب، ديما كيدرزوا في روح رياضيه عاليه سواء في بركان او خارج بركان. هادشي اللي وقع في وجده ما عمره وقع لنا. دابا من وقع هذا الحدث غادي نرجعوا ميساج. هذا ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو مثلا في فريق نهضه بركان اللي بقى حتى ل 11 ديال الليل في الملعب الشرفي بوجده حتى ل 11 ديال الليل، والطريقه باش خرج بالملعب. واش دابا حنا ما غاديش نقدروا نامنوا الفريق يخرج من الملعب ويجي بحالو؟ واش انا مديبلاسي ليكيب للدار البيضاء كنا غنمشيو اليوم لمدينه الرباط عفوا وغادي نمشيو غدا للرباط، بقينا هنا بقينا في بركان لاننا تعطلنا البارح بالملعب ما نقدروش نخرجوا. حنا بركان بعيد على وجده ب 40 كيلومتر. انا شخصيا بقيت حتى الليل وما كاينش ظروف، انا جالسين في واحد الفيستير البرد وراه درجه الحراره معروفه في وجده كي كتكون. وي وبقينا تنتسافوا راه باللي مشينا لوجده وحنايا كنعاونوا الناس ديال وجده باش يكون الامن. راه ديجا حنا طلبنا من المكتب المسير ديال وجده ودرنا كونطابل ديالنا خاص ومشكورين المكتب المسير ديال وجده، وجبنا ليه هنا الملعب ديال الملعب البلدي ديال بركان وبعنا ليه بيان للجمهور ديال بركان في بركان غير من اجل الامن. وفاش دخلنا ما درنا حتى شي رد فعل، كان مكتب مسير جلسنا في بلاصتنا اللي كتدخل تلعب تدار الجماهير عادي بقات تتصارع في التشجيع ديالها، وكل واحد كيبغي يبرز القدرات ديالو في التشجيع والحب ديالو ديال الفريق. كاين شي حوايج اللي عليهم عملت الاستفهام ان حنا ما متفقينش، ولكن دابا ماشي حنا اللي نتكلفوا بداك التاطير. انا ملي ندخل قاصر الملعب واش انا دخلت قاصر الملعب؟ نو واش انا دخلت قاصر؟ انا ما دخلتش القاصر. هذاك القاصر الا جيت للملعب وتضربوا او دير له شي حاجه راه سي تروطار. ولكن كنظن ما غاتكونش فخور سي حكيم بداكشي اللي دار الجمهور ديال بركان مورا الماتش التيران. لا فخورش كاع لا الجمهور ديال وجده لا الجمهور ديال بركان. حنا ما كنديروش الكره باش تنوض الصداع. واش حنا راك الناس هذوك الوليدات راه جاو في الاخر الوالدين ديالهم كلهم كيقلبوا عليهم. هذا هو اللي كيما راه كاين الوالده ديالها واش الذنب ديالها ولدها تبلا بركان او تبلا بوجده ويمشي تما ياكل العصا، واش باقي شي واحد كيضرب في هذا الوقت؟ وراه خصك تشوف لي موان باش ضربوا في ذاك الملعب السي كريم. راه يمكن كنت تما سير بلاص لي موان باش تضربها صح. وراه هذيك تمشي بهم ب 10 سنين ديال الحبس. وي لا من الطرف الاخر. وي دابا علاش غادي نبقاو نقلبوا حنا في الملعب؟ علاش حنا في الدخله ديال اي ملعب كنفتشوا الناس وكنقلبوهم وانت عندك داك الشيء داخل الملعب؟ فين كان؟ حنا ما شفناش. حنا بركان لو كان شفنا راه ما ندخلوش. وكنقولوا لنا غادي يكون داك الشيء الجمهور ديال بركان نكتبوا ميساج ونقول لهم ما تمشيوش لوجده. لا ولكن اسمح لي لا اسمح لي انا بالنسبه لي الجمهور ديال الفريقين بجوج يعبر ماشي غير ديال وجده راه ديال بركان. انا راني مثلا انا لا حيت ملي كتقول كنا سميتو الجمهور ديالنا ما يدخل صافي دير راه ما دار والو بجوج. الجمهور ديالنا كان طرف في الصداع. فوالا هذا الصداع اللي وقع وكل هذا الشيء اللي كان تما في وجده كان طرف. دابا بغينا نفتحوا مثلا غير تحقيق هذا الصداع. علاش ناض؟ علاش وقع هذا الصداع هذا؟ دابا راه ماشي كنقول لك الجمهور ديال وجده الصداع وقع. السيد كتعطيه واحد الحاجه كتقول له راه بيان سور خص تحضيه، راه الامن ضروري. الانفلاتات كاينين راه ما يمكنش راك اكثر من 20,000 متفرج تما. حنا مديكلارين عندنا غير 12,000 اللي كاين ديال الجمهور، كاين 22,000 و22,000 ما عرفتيش شنو كاين في الملعب. حنا فاش امولوغينا الملعب ديال بركان استاذي راه حجره ما بقاتش تدور في الملعب. حنا راه كان عندنا لي طرافو بور ايفيتي هاد المشاكل باش نعطيو الصوره. دابا بغينا نعرفوا شكون اللي مسؤول. حنا راه غاديين غير ضياف، ما يمكنش تحمل المسؤوليه. انا التنظيم ديالهم هما ما شاركوناش. متفقين. انا لو كان جاو شاركوني في التنظيم كان نمشي معاهم في لا كوميسيون ونعطي الملاحظات ديالي. انتم شاركتوهم في مقابله الذهب شاركتوهم؟ لا انا درت اللي عليا وتحملت المسؤوليه والامور دازت مزيان. الفلاتات كانت عاديه، تحملت المسؤوليه وجميع المقابلات للوداد الرجاء الا كذا تحملت المسؤوليه والامور دازت مزيان. ما كانش تعدوا، ما خليناهمش الاليات بنادم تيتقلب في الباب. عندنا النسبه ديال القاصرين قليله اللي تدخل غما توجور علامه الاستفهام، والناس كتمشي في حالها الشوارع في 30 مينوت. ما كاينش اللي جلس 5 سوايع ولا 6 سوايع في الملعب ديال بركان وما مشاش بحالو لدارو. ما كاينش ديما ساعه 45 دقيقه حتى واحد ما كيدور. مشكورين الامن ديال بركان والسلطات المحليه. انا ما عارفش. نبغي نشكرك جزيل الشكر سي حكيم بن عبد الله نائب رئيس فريق النهضه البركانيون. نتمناو انه هذا الشيء ما يعاودش يتكرر مالوغوزمون بطبيعه الحال اعمال الشغب، لانه اولا واخيرا اللي كيهمنا حنا هو سلامتكم مستمعينا الكرام. اللي كيهمنا حنا هما والديكم اللي كيبقاو كيتسناوكم
البارح بالليل ومسطونين وكل شيء كيعيط. علاش هادشي كامل؟ من اجل الكره بناقص منها. نحيدو الا كانت غير من اجل الكره فبناقص، الا كانت من اجل التشجيع فبناقص من التشجيع، الا كانت من اجل نبانو حنايا شكون اللي واعر وشكون اللي عيان فبناقص من هادشي كامل. لانه سلامتكم اولى، سلامتكم اولى مستمعينا الكرام.